السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين ولاء يوسف على قناة اليوتيوب أو سواء مثلا مبدعات جروب الفيس. تمام. أولا كده مع بعض، أنا اتكلمت معاكم قبل كده على قطن العمرية، سواء بقى بورص المفتوح أو بورص المقفول. اتكلمت معاكم عن العمرية دلوقتي منها 3 خامات، واتكلمت معاكم عن الماكرو فايبر والثري دي اللي هو المخلط. في فيديو موجود على القناه بالحاجات اللي اتكلمت معاكم بيها قبل كده، اللي هي على خامات القطن العمريه وعلى الماكرو فايبر عامه. يعني بقى لان الماكرو فايبر بيبقى بقى 3 دي بركال رويال. الثلاث خامات دول واحد، بس ايه مختلفين يعني في كل حاجه عن الخامه شويه. والعمليه كذلك برضك في منها دلوقتي بورص المفتوح، بتبقى البورص بتاعها مفتوح، وبتبقى خامه مثلا ايه فيها بوليستر اكتر من القطن. وفي وسط خامه برضك برسلها، يعني ايه ساعات بيبقى مفتوح وساعات مقفول، بتبقى الخامه بتاعتها كويسه، ما بتبهتش ولا بتوبر على فكره الوسط. وفي بقى القطن بقى القطن فيها عالي شويه، اللي هي بتقولوا عليها بقى ايه قطن فرز اول. كده احنا خلصنا دي العمليه في فيديو قبل كده. النهارده بتكلم معاكم على خامتين اللي كنت قبل كده كذا مره قلت لكم عليهم، ان هو في حاجه اسمها باكستاني، قطن باكستاني بنقول عليه هنا في مصر النيال. هو موجود عند الشركه اسمها النيال يعني، لكن هو ايه قطن باكستاني. وفي القطن التركي اللي هو قطن 100%. قطن 100% ده موجود في بعض المحلات، طبعا هو بيبقى موجود بقى في وكالة البيع في القاهرة، او موجود في الازهر في القاهرة برضك، لان هم السعر بتاعهم غالي. والباكستاني كمان برضك مش هتلاقيهم غير في القاهرة في الازهر، او في الاسواق بقى اللي هي تبع الناس بتوع بتبيع قماش الملايات وكده. دلوقتي هنبصوا ده الباكستاني، منه اشكال كتير طبعا ايه دول اللي متوفرين عندي دلوقتي. منه اشكال كتير حلوه. والوقت حاليا هو الاخر الباكستاني ده، او شركه النيل دي نزلت كمان خامه كمان مع القطن ده. يعني هو الاول ما كانش عنده غير هو ايه قطن واحد، دلوقتي نزل خامه وسط عشان السعر، لان ده بيتباع في الاسواق قطاعي يعني من 73 ل 75 المتر، قولي 75 جنيه المتر. نزل بقى حاجه بحيث انها تكون هي الوسط، يعني من 55 ل 60 سعرها. بس طبعا هي هتقل عن ديت، يعني دي شوفوا ما شاء الله القطن فيها. هي بصراحه حتى كمان لما اشتغلتها، انا بقالي دلوقتي حوالي سنه، هي بقى سنه نازله شغالين فيها حلوه قوي كقطن، وكمان ما بيجيش منها مشاكل وما بتوبرش. وكمان هي يعني تحس ان هي قطن فعلا وتقيله محمله عن قطن العمليه كمان. يعني ساعات العمليه بيبقى فيه خفيف شويه، والعمليه كمان احنا عارفين ان هو ممكن يوبر. عشان برضك ايه يعني حتى لازم يكون عندك مصداقيه مع الزبون. اللي يسالك مثلا القطن العمليه مثلا معاها كده ممكن يوبر، قولي لها لا في حاجه اعلى، اعرضي عليها القطن النيال ده. والقطن التركي لسه هتشوفوه دلوقتي. بس قطن النيال خليكم برضك في الفواتح، لان هو في الغوامق برضك ملهوش امان، عشان نبقى صراحه مع بعض. بس اشكاله كلها جميله طبعا. هي في اشكاله كلها في المنقوش فواتح، الجوامق فيه في الساده بس. يعني مثلا الشكل ده انا كنت الرسمه ديت حلوه جدا، هبوريكم صورها لوحدها. ودي كمان انا كنت عاملاها ودي عينات بقى انا كنت عاملاها. ما حد بيقول لي بعدي لي عينه للقماش، بروح عامله العينات دي مخليها على جنب. يعني بيكون مثلا بفصل اطقم استك وكده، بيفضل فيها مربعات اللي هو 30 في 30 او مثلا 40 في 40، فبخليهم يا بنات بحيث انت ممكن تحتاجيهم لو حد مثلا من العملاء عايز منك عينه للقماش. يعني مثلا انت عرضتي مثلا بعتي له عمريه، فقال لي خلاص ابعتي لي مثلا عينه للباكستاني اللي بتقولي عليه هو النيال ده، بروح مخليه دول كده كعينات للقماش. تمام. دي كمان انا اشتغلت فيها كتير. على فكره دي انا غسلاها، كنت بجربها. يعني هي بصوا لا حلوه بصراحه. هو قطن النيال حلو في المنوش، بس الفرز الاول لان دلوقتي هو قاعد دلوقتي فيه خامتين، قاعد في خامه وسط وقاعد في الخامه العاليه بقى اللي اول ما نزل يعني. هي كله الوانه طبعا الوانه كلها مختلفه خالص عن الوان العمريه. يعني هي الوانه كلها تعتبر مفيش فواتح قوي فيها زي العمريه كده ورسومات وكده. رسوماته كلها محدده، ممكن يكون كلهم على بعضهم كده 15 رسمه بالاطفال. هبقى اوريكم رسوماته والبعض الشغل اللي انا اشتغلته فيهم من الرسومات ديت، هوريها لكم مع الفيديو وبنزلها لكم كده مع الفيديو في اخر الفيديو. الرسومات بتاعت النيال، وبعد كده كمان من رسومات البعض اللي انا اشتغلت في قطن التركي. قطن التركي موجود في كل الدول العربيه، ممكن تكون اسعاره عادي مناسبه، لكن احنا هو اول ما نزل بصراحه عندنا كان ب 65. يعني السنه اللي فاتت كنا بنجيبه ب 65 جنيه اللي هو القطن التركي. حاليا كده
بدايه من 130 ل 150 جنيه. وفي كمان في الوكاله الناس بتبيعوا يعني في عندهم اقطان بتوصل ل 200 جنيه المتر. فالاسعار متفاوته في مصر، يعني عشان بس انتوا عارفين ايه، ما نتكلمش في حاجات تانية غير كده. يعني الاسعار متفاوته بسبب الدولار. طبعا دي الوانه، دي منه رسمه اطفال جميل قوي، دولفين. الوانه حلوه ومميزه برضه. يعني بصراحه لما حد بيرد عليه عايز حاجه نظيفه، يعني مثلا انا الزبون العامله دي قالت لي انا عايزه حاجه خدتها منك زي اللي انا خدته منك من السنه اللي فاتت، كانت واخده مني شغل عمليه فرز اول، وشكرت فيه بصراحه. يعني ما قالتليش مثلا ده وبر ولا قالت لي حاجه، يعني هي عايزه حاجه زيه. فانا دلوقتي هي طلعت اشكال تانية، فطبعا ما كانت اشكالها مش عارف موجوده في القط. فانا اللي اقترحت عليها قلت لها خلاص انا في حاجه اسمها قطن باكستاني هبعت لك الوانه اعلى شويه من العمريه. فرحت بعت لها الالوان بتاعت القطن ديت، هي اختارت منهم دول والرسمه دي كمان. وكان في كمان رسمه بس ايه لسه ما كانتش جت عند التاجر، هو التشكيل لسه نازل، كان التشكيل اتسحب من السوق ولسه كمان لسه نازل اليومين دول تشكيل حلو، ابقى اصورها لكم كمان. كده شفنا القطن الباكستاني. هنيجي بقى للقطن التركي. القطن التركي الوانه على فكره موجوده في الدول العربيه كلها، يعني ممكن تلاقي في تونس، الجزائر، العراق، نفس الرسمه دي موجوده عندهم. هم عندهم ده بقى قطن هناك، بس هو هنا عندنا كمان قطن تركي، هو كمان كذلك عندهم هيبقى قطن تركي. ليه بقى؟ لان هو اصلا موجود عليه ختم كده في البورصل. بصوا تعرفوا الاقطان دايما الاقطان بتبقى بورصلها مقفول كده ونضيف. يعني ايه بورصل مقفول؟ عشان في بنات كتير برضك مبتدئات ما يعرفوش يعني ايه بورصل مقفول. بورصل مقفول بتبقى القماشه معاكي بصي ستري، مفيش اي فيها خيوط ولا اي حاجه، حتى انت ممكن كمان ما تتنهاش، بس احنا عشان خاطر الشكل وكده بنروح مدينها تانية كده. لكن انا ممكن انا في شغل الكرنيش ما بتنهاش، بسيبها عشان خاطر ان العميل يشوف ان هي ميدن كوتن، يعني مكتوب عليها اهي بالانجلش كوتن 100%، وان هي ميدن تركيا. تمام. ديت غوامق يعني في القطن المصري الغوامق فيه دايما ما بتبقاش كويسه، عشان بس يبقى احنا برضك عارفين. فبنجازف انت لما تشتغلي في الغوامق هتبقي بتجازفي في القطن المصري، عشان تبقى انت برضك ايه عامله حسابك ان هو ممكن يغير لون كده كده، ممكن يغير لون وتبقى مشكله معانا. عشان حصلت معانا كمان في الشغل بتاعنا، في اول ما اشتغلنا وابتدينا كان بينزل رسومات جميله جدا جدا في الكحليات ديت، رسومات حلوه قوي. فطبعا كنا بننبهر بيها وبنجري عليها نشتريها. ما كناش بقى ايه جربنا الشغل في الغوامق وكده في العمريه عامه في القطن بتاعنا، يعني ما كناش جربنا الشغل فيه. فبصراحه يعني ما اشتغلنا وكده، احنا اشتغلنا وانا اشتغلت شغل حلو جدا، بس بعد ما اشتغلت بيه اشتغلت وراح للعميله اللون بتاعه اصلا غير، بهت وجراب كمان، الجراب بطريقه يعني صعبه. فانا كنت بصراحه لسه بادئه في الشغل. من بعدها طبعا انا يعني الزبونه بعتتهولي وانا غيرته لها وعوضتها. بس بتبقى حاجه صعبه على الواحد قوي تكون حاجه متكلفه وتعبانه فيها وعامله فيها شغل حلو، وكانت حلوه فعلا جدا، ان يطلع فيها حاجات ان هو اللون يغير والكلام ده، وان هو يبقى في حاجه غاليه، يعني هو مش ما كانش رخيص. وطبعا العمليه على طول دايما ثابته سعرها ان هي اغلى الاقمشه واحسن حاجه. تيجي الزبون تيجي تقول له، الزبون طبعا عارف ان العمليه ان انضف حاجه في مصر قماش قطن العمليه. ممكن تكون اصلا دلوقتي ما عادش في حاجه اسمها عمريه اصلا، بس دلوقتي ايه هو مسمى للقطن في مصر ان هو العمريه. يعني انتوا عارفين في اصلا كان باسم العمريه ده بيبقى فيه حتى كمان في الشعبي اطقم كده قطن مصري اللي هو المصريه بقى، بتبقى مكتوب عليها عاملين لها تيكت كده ستيكر العمريه، عايزين بقى ان دي حاجه ايه الناس تنجذب اليها وتشتري العمريه. لكن اللي مشي في السوق واشتغل وراح وجه هو عارف القطان وكده بيبقى عارف هو بيشتري ايه. فطبعا لما اللون معايا في الكحوليات ده في او بدايه شغلي، يعني ممكن يكون معتبر كده مثلا من 5 سنين تقريبا ما اشتغلت في العمريه، او ممكن يكون كمان 6. والطعم كان مكلف وكده. فمن بعدها بصراحه انا حتى رحت للتاجر وقلت له وكده، يعني هو كان في الاول بيقول لك انا لو انت كنت قلتي لي وخدتيه مني كنت انا غيرت لك، بس انا فعلا كنت واخداه منه. فالمهم ان انا ايه ما خدوش مني. كان في تجار بصراحه كانت بتاخد الاول لما كان مثلا حاجه توبر حاجه يجي يحصل فيها مشكله كانوا بياخدوا، لكن بعد كده من كتر المساعات بيبقى يحصل مشاكل كده في القماش، ما عادش بقى بقول لك انت اعملي حسابك لما الزبون يسالك او حاجه ما تقوليش. فما تقوليش مثلا ان هو ممكن ما يعملش، لان دلوقتي يعني وقت ما بيكون في ما بشتغلش حاليا دلوقتي معظم الالوان الغوامق ما بشتغلش فيها. اكتر شغلي بشتغل في الفواتح، لان اصلا احسن حاجه الفواتح عشان تبقى انت عارفه عامله حسابك.
ولما بيكون مثلا عميل واخد حاجه مثلا مغمقه شويه، بقول لها مثلا ممكن دي جنة، بس هي مش جوامه برضك يعني، دي ما بتبعتش يعني. فبقول لها اخلي اول غسله يعني في العمليه. بصراحه كنت دايما بقى، انا قعدت كذا سنه كل ما عميل ياخد مني الشغل يكون في حاجه غامقه سنه، ما تبقاش غامقه عامه يعني، اقول اهم حاجه نقع في ميه بخل، غسيل على البارد، ما نغسلش في مسحوق كتير. بقعد بقى اقول التحذيرات بتاعت القماش دي، عشان انا خايفه على شغل وخايفه على الزبون كمان ان هو يضيع مني. فالحمد لله طلع لنا يعني بقى ايه، جبنا بقى اللي هو القطن التركي ده. اول ما نزل كان ب 65 جنيه، واحنا كنا مستغليين وكنا بنشتغل فيه برضك بالطلب، ما كناش يعني بنجيبه لاي حد. يعني كنا بنعرض صور القماش، التاجر بينزله مثلا، او مثلا احنا بننزل السوق ونصور وبنعرض صور القماش، لان احنا بنبقى عايزين نعمل الحاجه الاحسن، عايزين نعمل احسن حاجه، عايزين الحاجه اللي احنا نشتغلها ما ترجعلناش تاني او حد يشتكي منها. يعني انا الواحد نفسه ما شاء الله في الدول العربيه اللي جارنا، تلاقي في تونس وكده بيعملوا ما شاء الله بقى السرير ملايه فلات عادي او استك، ويبقى عليها بقى اللي هو كفر اللحاف كمفرش كده بشكل جميل قوي، والوان. هما مش عاملين حاجه في الطقم، بس الالوان اللي موجوده في قلب القماش بتخليكي تجذب عينيكي، تخليكي تقول الله ايه الجمال ده من الالوان. يعني انت نفسك بتنبهري من شكل الملايه والوانها عن التفصيل كمان. يعني فعلا فعلا القماش دي لو موجوده عندنا بالقطره ديت وسعرها يكون في متناول الجميع، او حتى في الوسط كمان، لانه هو كمان غالي حتى على الوسط. كنا اشتغلنا شغل حلو قوي 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 بصراحه. فطبعا انا شغاله فيهم مع العميل اللي يكون مثلا بيفهم في القطان وعايز حاجه ما تتعبوش بعد كده. فانت عندك ايه، بروح بقى يعني مثلا ايه، خلاص عمليه هنركنها بقى، عايزين حاجه قطان ما توبرش، ما يحصلش فيها مشاكل كده. لانه انتوا عارفين اصلا الماكرو فايبر هو ما بيوبرش ولا كده. الماكرو فايبر ده يعني هو من انواع ال 3 دي والكلام دوت، لان هو قطن مخط اصلا مصنع، هو ما بيوبرش لكن بيحرر وبيلسع في الجسم. الناس اللي عندها حساسيه واللي هي اتعودت انها تنام على القطان، مهما كان القطن حتى لو وبر، وبره ممكن تبقى خفيفه وممكن تستحمليها، لكن لما يكون حاجه مثلا في الحر اللي احنا فيه دوت تلسعك وكده ما بتستحملهاش. يعني مثلا بعت العميله هي دكتوره، في الاول طلبت مني طقم قطن 3 دي، فانا انا افتكرتها ان هي عادي يعني بالنسبه لها مفيش مشكله. طلبته طقم فلات عادي بالكفر بتاعه، وخدته عجبها القماشه عشان ان هي طريه وناعمه ما فيهاش اي مشكله، يعني دي عجبتها. فطبعا مع الاستخدام ما عرفتش بقى طبعا هو بيحرر وكده الا لما طلبت مني تاني اوردر كمان بعد منها على طول. كان الاوردر دوت كان قطن تركي، قطن اللي هو القطن الصافي ده. فلما استخدمته كده انا بقول لها ايه رايك في اللي انا بقى، لانه كان سعره غالي يعني، عملت معايا كفر لحاف مع طقم ملايه استك، فكان الطقم غالي بصراحه، كان مكلف يعني. فانا بقول لها ايه رايك في الطقم الاخير اللي راح لك؟ قالت لي لا جميل يا ولاء، يعني هو ما فيهوش اي مشكله، حلو جدا. قلت لها بس هم بيقولوا ان القطن يعني ممكن يكرمش بعد الغسيل. قالت لي لا حلو والله ما فيش حاجه وكده، ما فيش مشاكل. فهو ممكن يكون العيب بتاع القطن ان هو بيكرمش بعد الغسيل شويه، عايز مكوى وعايز مثلا تكوني بقى ايه تنطريه كده، يعني هو المهم ان هو عايز مكوى، هو بيكرمش فعلا شويه لانه تعرفين القطن يعني. فشكرت لي فيه جدا وقالت لي بس الطعم اللي اخدته منك اول مره جوزي ما بيجي ينام عليه بيلسعه، وحتى بيشتكي لي منه بيقول لي الطعم ده بيلسع ليه كده يعني غير اللي احنا واخدينه التاني ده. فقلت لها ما هو اصل الاولاني، ما انا اصلا ما قلتلكيش ان هو قطن، هو اصلا مش قطن، عشان كده حتى كان في سعر. قالت لي ايوه فعلا كان في فرق في السعر جامد. فقلت لها ما هو اصلا ما كانش قطن. قالت لي عشان كده. فطبعا شكرت في الخامه القطن، وزي ما قلت لكم القطن ده ما بيقدروش الا الناس اللي عارفه في القطان، عشان نبقى احنا عارفينه عشان بنتعامل مع الزباين. طبعا دي رسوماته موجوده، بس طبعا هو الوقت عاد محدود، لان طبعا زي ما قلت لكم الوقت في السوق على 135 جنيه وفي ناس ب 140، فلما يجيبوا شغل جديد كمان بيقول لك هيوصل ل 150 جنيه وطالع. فبصوا ده الحاجات دي اساسا كانت موجوده عندي، كنت انا بشتري القماش بزياده، فده فايض عندي، فانا هستخدمهم لنفسي يعني، مفيش حاجه بتخسر بقى. انا دايما بجيب القماش بزياده وما بحبش يعني ايه الاقطان ما تخافيش منها، حتى لو ركنتيها ما تخافيش منها. كانت الرسمه دي جميله، انا قلت اعملها لنفسي مع اصفر ساده كده او بينك. ودي كمان انا كنت عامله منها طقم مع الكناري، كان جميل جدا. وطبعا لو انتوا لاحظتم بقى اللي بيتابعني، سواء بقى كان جزائري او عراقي او تونسي، في ناس بتتابعني على القناه، اللون ده دايما مشهور عندهم، معمول مع اصفر كناري ملاي استك ومعمول منه كفر لحاف. اللون الجميل التحفه ده هو ده اصلا كان في التشكيل بتاع السنه اللي فاتت، ودلوقتي حاليا لو كان موجود كنت عرضته وعملت منه كمان منه طقم، لكن للاسف مش موجود اصلا في التشكيل اللي عندنا حاليا في مصر.
اللون التحفه الجميل ده. هي بصراحه ورده كده ومعاها ورده الصفرا الكناري دي، طقم تحفه تحفه تحفه. هبقى احاول انزله لكم في الصور. ده بقى القطن اهو، القطن التركي اهو. هو عيبه بس ان هو بيكرمش. هو بصراحه هي الخامه قطن وكده وكل حاجه، وما بتوبرش ولا بتبهت ولا اي حاجه، بس عيبها ان هي فعلا بتكرمش. انا دي كنت غسلتها عشان خاطر فعلا اشوف حكايه الكرمشه دي، وفعلا لقيتها بتكرمش. فهي طبعا عايزه مكوى، هو بيبقى عايز مكوى ومكوى بخار يعني عشان خاطر. لكن مع الفرش، وان الواحد يتنوى زي الفسكوس كده مع الفرش وانك تنامي عليه، بيفرد بقى معاكي خالص، مفيش اي مشكله. حلاوته بقى يعني هو منه غوامق حلوه جدا ومنه وسط حلو جدا. حلاوته بقى في الفواتح بتاعته زي ما قلت لكم. مش مشكله الشغل الملايه يكون بكرانيش او مش عارف يعني، او اي حاجه تانية فيها شغل. مثلا ممكن نعمل كفر لحاف بس ونعمل ملايه استيك او اي حاجه نحطها على السرير كده طبعا. مع حاجه زي كده بقى، لو مثلا كوفرت او لحافه اتعملت. الالوان بقى حلاوه التركي ان الوانه جميله جميله. الارضيه بيضه وبتبقى مثلا فيها الوردات الجميله دي بالطول، بيبقى حلو جدا 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 بصراحه. انا عامله منه اطقم كرانيش اللون ده، وعامله كمان اللون اللي هو على موف. بصراحه تحفه تحفه تحفه. وبصراحه كمان في الفواتح اللي هو على ابيض حلوه جدا، ناعمه وما فيهاش اي مشاكل بصراحه. يعني بصوا ده القطن التركي، مش عارفه انت كده هتحسوا بخامه وانا ماسكاها. انا اكتر حد بيحب يعني بيشرح الخامه كده وبحس ان انا معاها. بصوا الخامه ناعمه ناعمه بصراحه وجميله. ده القطن في الفواتح حلو قوي. يعني ممكن نقول على الغوامق شويه هي ناشفه يعني ايه، بس هي مش ناشفه يعني ان هي لا، هي بس مش صبغه، لكن ما تتغسل هتطرى. لكن بصوا بقى في اللي هو الابيض، الارضيه بيضه والالوان بقى كده. يعني بصوا بصراحه تحفه. زي ما قلت لكم ده القطن التركي، هو مختوم عليه على كل متر فيه، عشان خاطر كمان تضمني ان هو قطن فعلا وبيستاهل سعر. هو مكتوب على كل متر فيه ان هو ميدن تركيا وقطن 100% على كل متر فيه. بصوا اهو، بصوا الوانه تحفه. طبعا زي الباكستاني كمان، الباكستاني كمان هو مختوم برضك بختم كده. والبورصل بتاعه يا بنات بصوا، يعني شوفوا ده قطن والبورصل بتاعه مقفول اهو، عشان تعرفوا يعني ايه قطن وايه بورصل مقفول. بصوا ده قطن، بس بردك مش معنى ان هو بورصل مقفول ان هو قطن. فيه حاجات بتبقى بورصل مقفول مش قطن يعني، عشان بس تبقى انت ايه، في بنات بتبقى تقول لك ادام بورصل مقفول. لا، انت طبعا لما تكوني عارفه الخامه وخلاص اشتغلتي فيها خلاص. بصوا ده بورصل مقفول نظيف، ما فيهوش اي حاجه تنسيل او اي حاجه، لان انتوا عارفين اصلا القماش اللي هو المخلط. كنت عايزه اوريكم يعني ايه بورصل مفتوح. البورصل المفتوح ده ثواني كده هشوف لكم حاجه كده. بصوا البورصل المفتوح بيبقى زي كده، يعني ده نص بورصل مفتوح. في بقى بورصل مفتوح تلاقيه كتير كده كشراشيب، شراشيب كتير قوي كده. بصوا ده البورصل المفتوح وده البورصل المقفول. بصوا اهو ستريب، يعني مفيش اي خيوط فيه. ده البورصل المفتوح وده البورصل المقفول، عشان تبقوا انتوا عارفين يعني. كده خلاص كده زي ما قلت لكم بقى. احنا قلنا هي الخامه بتاعت اللي هو الباكستاني اللي احنا بنقول عليه نايل في مصر. خامه حلوه قوي ونسبه القطن فيها عاليه. انا بشبهها جدا جدا بالقطن التركي. بحس ان هي نفس الخامه بصراحه. يعني بصوا القماش بصوا بصراحه قطن، يعني بصراحه جميله جدا. والقطن التركي اهو يعني تحس ان هما شبيهه لبعض، بس هو بس ايه، التركي الوانه تحفه تحفه تحفه. يعني هما لو يعملونا في الباكستاني ده نفس الوان التركي مش هنحتاج نشتري تركي اصلا، هنشتري منتج بلدنا افضل. يعني هو فعلا هو ناقصه اللي هو قطن النيال ده، ناقصه الالوان المبهجه بتاعت القطن التركي بصراحه. يعني شوفوا القطن التركي، بصوا الجمال. ملايه بيضه، طبعا انتوا عارفين اصلا اكتر حاجه في الملايات بتبقى حلوه جدا ان هي الارضيه البيضه الفواتح تبقى احسن حاجه. وانا اصلا اكتر حاجه بحب اشتغل فيها الفواتح. الجوامع ما برجحهاش، حتى ما بنزلهاش كمان عندي على الجروب ان هو ايه انا اشتغل فيها. بحب دايما الفواتح. طبعا اهو اللي هو النيل قلت لكم عليه. بس معايا مكالمه.